مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقامت الجالية الإريترية بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مهرجانها السنوي في 25 من الشهر الجاري تحت شعار العمل عزتنا والتصدي درعنا. واشتملت فعاليات المهرجان على العروض الثقافية والفنية والصور الفوتوغرافية ومسابقات في المعلومات العامة. وقدم سعادة سفير إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيد محمد عمر محمود كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا على ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال التصدي والتنمية، ومشيدا بجهود المنظمين لإنجاح المهرجان. دعت مسؤولة مكتب وزارة السياحة في الإقليم الأوسط السيدة أخبرت تشيلا على الدفع بجهود استكشاف الموارد السياحية في الإقليم والاستفادة منها لتطوير قطاع السياحة. وقالت إن الإقليم الأوسط غني بالموارد السياحية، مشيرة إلى أن التضاريس الطبيعية في بيت قرقيش ووكي زاقر وخورتوكر وميحوصة وسيديشي ودرفو ومناطق أخرى تعتبر جاذبة للسياحة، وستعمل وزارة السياحة للاستفادة منها جيدا. وذكرت بأن مدينة أسمرة تعتبر من المدن القليلة على المستوى العالمي التي تتميز بالمعمار الفني الجميل، ويجعلها ذلك إلى جانب الشعب المضياف والسلام مرقوبة للزوار، داعية السكان للعناية بالمباني الأثرية. وقالت السيدة أخبرت إن السلام الذي يعم البلاد عامة وأسمر خاصة من الدوافع الجاذبة للسياحة الهامة، مناشدة الشعب للحفاظ على هذا الإرث القيم وحماية الموارد السياحية الموجودة في محيطهم والتبليغ في حال العثور على الأثريات. أوضح سكان ضاحية دنقلو تحتاي بمديرية قنداع أن إرساء خدمات الهاتف النقال حلت مشكلة الاتصالات وأحدثت تغييرا في حياتهم. وذكروا بأنهم كانوا يعانون من محدودية خطوط الاتصال، وقد حل تركيب هوائيات اتصال جديدة في دنقلو تحتاي ودقدقة من المشكلة. وقال السيد سليمان علي والسيد حامد موسى إن الحملة التنموية التي تقوم بها الحكومة خاصة في الريف النائي تساهم كثيرا في حياة السكان، معربين عن ارتياحهما لخدمات الاتصالات. وذكرت كل من السيدة حداث والدقرقيس والأستاذ ميكائيل قبركيدان أنهم كانوا يعانون من الحصول على خط الاتصال، ويحصلون حاليا على خدمات الهاتف النقال لتركيب هوائية الاتصال. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات الإريترية تقوم بتركيب هوائي اتصال في شعب لإيصال خدمات الاتصالات إلى المديرية. قدم الإريتريون المقيمون في الدنمارك أدوات دراسية مختلفة لمدارس الإقليم الجنوبي للدفع بالعملية التعليمية، وذلك بالتعرف على نواقص هذه المدارس. وأوضح مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي أن الدعم شمل عددا من اللوازم المدرسية كالمقاعد والطاولات والسبابير، إضافة إلى 700 كتاب قدم لمدرسة دبار الثانوية. كما قدم المواطنون دعما ماليا للطلاب المحتاجين في مدرسة عبد الله قنافر الابتدائية. وقال مسؤول التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تولد أبراهام في مناسبة تسليم الدعم إن الدعم المقدم يعكس مدى اهتمام الإريتريين المقيمين في المهجر بالوطن، مشيدا بالمبادرة. وذكر رئيس جمعية الإريتريين في الدنمارك السيد دانييل جابريلؤول الذي سلم الدعم أن الدعم الذي يقومون به يأتي في إطار الواجب الوطني، مؤكدا بأن حصولهم على وثائق مصورة بتوظيف الدعم على الوجه الأمثل يدفع على تعزيز مبادرتهم. وظلت جمعية الإريتريين في الدنمارك تقدم الدعم منذ مرحلة الكفاح المسلح، وقدمت حتى الآن الأدوات الدراسية والأجهزة الإلكترونية ل25 مدرسة في ريف الإقليم الجنوبي، ودراجات الدفع اليدوي للطلاب المعاقين. وإلى مدينة أغردات، حيث أعرب سكان مدينة أغردات عن ارتياحهم بنتائج أنشطة نفير النظافة التي قاموا بها من قبل.
وذكر كل من السيدة بتول صالح والسيد محمد علي سعيد أنهم قاموا بإزالة أشجار المسكيت وصيانة الشوارع وحماية التربة وحفظ المياه، داعين إدارة المديرية لتوفير شاحنات نقل التربة لفعالية أكثر للعمل. وأشار مدير الضاحية الثانية السيد إدريس حسين بأن نفير دفن برك تولد البعوض والنظافة يساهم لمكافحة الأمراض المعدية، موضحا عن القيام بصيانة الشوارع التي جرفتها السيول إلى جانب أنشطة النظافة. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في إدارة مديرية قردات السيد إسماعيل عبد الله أن السكان يعملون بمعدل يومين في الأسبوع لضمان نظافة مدينتهم. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار ينص على خطة لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، ويطالب القرار الحكومة السورية بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إن قرار مجلس الأمن يعد أول خبر يبعث الأمل بخصوص سوريا منذ وقت طويل، داعيا الحكومة السورية إلى تنفيذ القرار دون أي تأخير. ويعتبر هذا أول قرار ملزم من الناحية القانونية يصدره مجلس الأمن بشأن سوريا منذ بدء الصراع فيها قبل أكثر من 30 شهرا. وكانت روسيا والصين قد أعاقتا 3 قرارات سابقة دعمها الغرب عبر مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وصوت المجلس على مشروع القرار ليلة السبت بعد موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خطة للتخلص من ترسانة دمشق الكيميائية بحلول منتصف عام 2014. ويأمل خبراء دوليون في الأسلحة الكيميائية بدء العمل داخل سوريا الأسبوع المقبل. ويدين قرار مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن لا يلقي باللائمة على طرف بعينه. وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المدينة القديمة بالقدس في قطاع غزة والضفة الغربية يوم أمس الجمعة، الأمر الذي يعكس التوتر المتنامي بسبب تزايد الزيارات اليهودية إلى المسجد الأقصى. ودعا نشطاء فلسطينيون وجماعات شبابية إلى انتفاضة عامة ردا على دخول جماعات يهودية إلى المسجد تحت حراسة الشرطة. واستخدمت الشرطة قنابل الصوت لتفريق حشود صغيرة من الشبان خارج الجدران التاريخية للقدس. ونظم العشرات مسيرة باتجاه معبر بين إسرائيل وقطاع غزة قبل أن يجبرهم وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على التراجع. واشتعلت الاحتجاجات أيضا في الضفة الغربية المحتلة عند نقطة تفتيش تديرها إسرائيل خارج مدينة نابلس في شمال الضفة. وفي مدينة الخليل المضطربة، حيث قتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا يوم الأحد. وقال شهود عيان إن عدة أشخاص لاحقت بهم إصابات طفيفة في الاشتباكات. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 12 فلسطينيا في القدس لإلقائهم الحجارة على قوات الأمن. وكانت الاحتجاجات الفلسطينية على زيارة قام بها في سبتمبر عام 2000 زعيم المعارضة في ذلك الحين أريل شارون قد تطورت إلى اشتباكات دموية وما عرف بالانتفاضة الثانية التي استمرت 5 سنوات. قال مسؤول باكستاني يوم أمس الجمعة إن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في جنوب غرب البلاد ارتفع إلى 515 قتيلا، وأن المسلحين يعطلون جهود الإغاثة.
وقدم بابار يعقوب رئيس وزراء إقليم بلوخستان البيانات عن القتلى بينما كان يتفقد منطقة أوران المدمرة التي وقع فيها الزلزال يوم الثلاثاء الماضي. وأعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في مناطق بلوشستان المتضررة من الزلزال، وهو الأعنف الذي يهز البلاد منذ 2005 عندما ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات كشمير مخلفا 73 ألف قتيلا وملايين المشردين. ونشر الجيش الباكستاني 1000 جندي وأرسل 100 طبيب وممرض إلى بلوشستان، حيث ما زال رجال الإغاثة يبحثون عن ناجين محتملين تحت الأنقاض. وأتى الزلزال كليا على عدة قرى بيوتها المبنية بالطوب، وتحاول السلطات الوصول إلى بلدات صغيرة نائية في هذه المنطقة حيث البنى التحتية بدائية. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم السبت أن الشرطة أنقذت 92 طفلا وامرأتين خطفتهم عصابة لبيعهم، واعتقلت 301 مشتبها بهم في واحدة من أكبر التبطيات من نوعها منذ سنوات. وقال التلفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء الصين الجديدة شينيخو إن الشرطة داهمت في وقت واحد أوكارا في 11 إقليما في الآونة الأخيرة بعد تحريات استمرت إلى 6 أشهر. ولم تذكر وسائل الإعلام موعد إنقاذ الأطفال على وجه الدقة. وساهم التفضيل التقليدي للذكور ولا سيما في المناطق الريفية وسياسة الصين الصارمة بعدم إنجاب أكثر من طفل في زيادة الإتجار بالأطفال والنساء في السنوات الأخيرة. وتباع النساء المخطوفات لرجال في مناطق نائية لا يستطيعون العثور على عروس بسبب الخلل في العدد بين الذكور والإناث الناجم عن سياسة عدم إنجاب أكثر من طفل، والتي شجعت أيضا عمليات الإجهاض لاختيار نوع المولود. وقال التلفزيون الرسمي إن الحكومة ستشدد عقوبة من يشتري الأطفال. وقال الشينيخو إن الحكومة ستعاقب أيضا الآباء الذين يبيعون أولادهم. وأخيرا إلى زيمبابوي، قال وزير البيئة في زيمبابوي إن صيادي أفيال ساعين للحصول على العاج قتلوا أكثر من 80 فيلا بتسميم آبار المياه بالسيانيد، مما يهدد واحدا من أكبر قطعان الأفيال في العالم. وقال الوزير سافيور سوكو كاسكوير إن الأفيال نفقت في الأسابيع القليلة الماضية في محمية هوانج، وهي أكبر المحميات الطبيعية في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية، في حين كانت قوات الأمن مشغولة بانتخابات عامة أجريت في 31 من يوليو. واستعادت الشرطة وحراس المحمية 19 نابا عاجيا وضبطت كميات من السياند وأفخاخ من الأسلاك بعد مداهمات في قرى قريبة من المحمية الواقعة إلى الجنوب مباشرة من شلالات فيكتوريا. وزيمبابوي موطن لبعض من أكبر قطعان الأفيال في أفريقيا، ومن المعتقد أن نصف عدد أفيالها البالغ 80 ألف فيل موجود في هوانجا. وقال ساسوكوير الذي عين وزيرا للبيئة قبل أسبوع أنه سيعمل على إقرار عقوبات مشددة للمدانين بالصيد غير المشروع الذين تقل عقوبتهم حاليا عن عقوبة سارقي الماشية وهي السجن 9 سنوات. هذا وتعمل زيمبابوي على إنعاش قطاع السياحة والذي يعاني من التراجع على مدى سنوات بما في ذلك الحياة البرية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة والتي قدمناها من الفضائية الإريترية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.